انا نفسي افهم بس مين اللي حاطط في دماغ لعيبه الزمالك ان انا ما ينفعش اكسب 3 4 ماتشات ورا بعض. يعني فين المشكله اللي عندك؟ ما بتقبضش؟ ما انت هتاخد فلوسك من الفيفا وحد هيكلمك؟ هتروح بعد ما السنه تخلص هتروح معروفه. اسال اي لعيب قديم راح وخد قبض والدنيا جميله وقف لنا القيد، مفيش مشاكل عندنا. العب بقى كوره، ما انت كده كده هتاخد فلوسك ليك وهتاخد. لا، ماتش سهل اضيعه. ماتش بلاعب فرقه مش موجوده في الملعب بضيعه. الزمالك بدأ الشوط الأول زي الماتشين اللي فاتوا الإسماعيلي والمصري. بدأ ضاغط، بدأ عايز يجيب جون. جاب جون، كان عنده فرصة يجيب التاني ويجيب التالت. عمل إيه؟ قعدوا يلعبوا كورة. الدنيا سهلة، كورة جميلة وسهلة مفيش مشاكل. عمال بقسم وعاملين سيرك وناقص محاسن الحلو تنزل تقعد معاهم وتجيب لهم الأسد. ما تجيب جون خلص. لا والله مش هخلص، انا هستنى اخر الشوط التاني اتلدع جون واتعادل واخرج مبسوط. فضلوا يتدلعوا لحد دونجا ما اتصاب. بعد دونجا ما اتصاب الماتش اتقلب. ليه اتقلب؟ علشان هو نزل احمد حمدي مكان دونجا. هو ده بس التغيير اللي غلط؟ لا. نزل شيكوبانزا ونزل ايشو. مين ايشو ده؟ لا بجد مين ايشو ده؟ ده لعيب محتاج محلول جفاف. ده ما كلش من وهو صغير. ده اخر مره اكل فيها كان عنده 6 سنين. ولا مهاره ولا سرعه ولا قوه. طب هو بيعمل ايه؟ بيلعب ليه في الزمالك؟ ناشئ؟ طب ما عبد الحميد معاه اصغر منه، ناشئ ايه بس وزفت ايه؟ الناحيه التانيه نزل لي شيكوبانزا قدام فتوح. شيكوبانزا وفتوح مسطول مع سكران. جابها مصيبه وهي اللي جه منها الجون. شيكوبانزا بياخد الكوره يجري بيها. عنده مشكله في اخر لمسه، عنده مشاكل في الاعصاب. ما هو مش ممكن ده يكون لعيب طبيعي. يعني ده مش ممكن يكون لعيب طبيعي عنده اعصاب عاديه. اخر لمسه لازم تطول منه. فتوح اخر الشوط التاني مش موجود، ما فيش، ما بيتمرنش. طيب الجون اللي جه فينا جه ازاي؟ الوينج العكسي قطع جوه منطقه الجزاء في ظهر يمين، في ظهر حسام عبد المجيد. مين اللي بيلعب 6؟ عبد الله السعيد. فعبد الله السعيد عنده حل من الاثنين: لا يقف مع اللي على بوز ال 18 اللي هو اللي جاب الجون، لا يدخل مع الوينج اللي هو جوه منطقه الجزاء. عمل ايه؟ دخل مع الوينج اللي جوه منطقه الجزاء. طيب مين اقرب لعيب للعيب الفاضي؟ شيكوبانزا. شيكوبانزا، بس طبعا شيكوبانزا كان رايق وجميل وما عندوش مشاكل. ورجع يتمشى لحد اما الراجل جات له الكوره قام حاططها برجله الشمال. شيكوبانزا افتكر اصلا ان في لعيب واقف لما الكوره جات له. يعني مفيش اي وعي. انت بتلاعب لعيب مش موجود، مسطول. الفريق اللي محتاج يكسب بطوله محتاج يكسب لما يكون وحش. يعني انت لما تكون فرقتك وحشه وعندك 6 7 لعيبه بره الفورمه تكسب. انت النهارده ايه مبرراتك انك خسرت او انك اتعادلت؟ عبد الله سعيد في فورمته، دونجا في فورمته، محمد اسماعيل في فورمته، حسام عبد المجيد كان سرحان شويه بس شغال. يمكن صلاح مصدق اللي لعب مكان عمر جابر مفيش فرق كبير قوي غير الغلطه اللي غلطها. انما برضه صلاح مصدق مش من اللعيبه الاجانب اللي تستاهل تقعد في الزمالك. فتوح يعني مش مشكله، مش هنتكلم عنه. ناصر ماهر كان في فورمته، ده الدباغ كان هايل. ادم كايد احسن ماتش لعبه من ساعه ما جه، خصوصا الشوط الاول، الشوط التاني ما كانش موجود. عبد الحميد معالي كان كويس. فانت ما عندكش مشكله كمدرب انك انت تتعادل او تخسر. التغييرات طبعا اللي انت عملتها بوظت الدنيا. لما برضه ما كانش المفروض انك تتعادل.